سلام الشباب، اليوم جانا نهضروا على اضخم لعاب داز في كرة القدم، وهذا اللعاب اللي سميتو ويليام فورك. جوج الحوايج اللي متفقين عليها الناس كاملين. الاولى هي الا بقات جدك رحم الله الفاقد، والثانيه هي انه غادي يبقى لاعب استثنائي في تاريخ كرة القدم، وعمره غادي يتعاود شي واحد بحاله. هاد اللعاب كان ايامات الغفله، كنتقدر تدخل معاك شاقور ولا حتى طفل، ما كانش مشكل. زدت فيها واحد شويه ولكن ميك، حيت ما كانش شي حاجه سميتها بطاقه صفراء ولا حمراء، ما كان غير الجهاد في سبيل الله والوطن. ودابا غتعرفوا علاش قلت هاد الهضره. ويليام فورك زاد في 12 ابريل 1874، الوزن هو 152 كيلوغرام. هيا سيدي، امتار ونص. المشكله ماشي هنايا، المشكله انه كان كيلعب حارس مرمى، وفين؟ في الدوري الانجليزي، البلد اللي بانت فيه كره. هاد اللاعب اللي كانت عنده جنسيه بريطانيه، من ابرز الانديه اللي لعب فيها هي تشيلسي وشيفيلد يونايتد. هاد الحارس كان معروف بالضخامه ديالو والعنف، مطبقها على عباد الله. لدرجة واحد النهار حبس الماتش على قدو باش يمشي للطواليت ويرجع يكمل الماتش عادي. الا خرجتي مع فاز رحم الله الشاهد، والا خرجتي غير مرس حمد الله وشكرو. وهادشي اللي ما خلاش المنتخب الانجليزي يعتمد عليه، بحيث نادى عليه مره وحده فقط. هاد الحارس هذا واللي كان عنده دور كبير وسبب غير مباشر في ظهور جميع الكرات، واللي حاجة اللي ما كانتش مقبل واللي ظهرت بسببه. منين كان فورك كيلعب في ستانفورد بريدج بلعب تشيلسي، تحكروا مسؤولين تشيلسي حيلة ذكية باش تبين الضخامة ديالو والهيبة ديالو، وباش يخافوا منه المهاجمين. كانوا مكلفين جوج الاطفال يوقفوا مورا البوطو باش يبقاو يمدوا له كرة من تخرج ويبان المرمى عامر. وفعلا نجحت القضية، وما تمارك عليه تابيت لمدة ديال 9 الماتشات على التوالي، وهذا اللي كان كيتعتبر رقم قياسي في تشيلسي. وبقى هذا الرقم صامت حتى جا بيتر تشيك وحطمه. مات ويليام فورك في 1 مايو 1916 بعمر يناهز 42 سنة بسبب تلف في الكبد. كما قلت وكنعاود، هذا اللاعب اللي غادي يبقى استثنائي في تاريخ كرة القدم، لأنه مستحيل يتعاود شي لاعب بحالو الضخامة ديالو، خصوصا حارس مرمى. وهنا كنوصلوا لنهاية الفيديو ديالنا. المتنمرين غادي كنشوفكم مزيان. تهلاو، نتلاقاو في الفيديو الجاي.